السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وجولة وفلوج جديد في المشتل. بقالنا كتير ما عملناش فلوجات في المشتل، ووعدتكم من الصيف تقريبا من ساعة اخر زرع اللي انا اشتريته ان انا اعمل لكم فلوج حلو قوي في المشتل. ما كانش ينفع ان انا اعدي الشتاء وظهور الشتاء من غير ما اعمل لكم الفلوج الحلو ده في المشتل. زي ما انتم شايفين كده، الشاليات الموجودة عندي اهو. حي علم الصبار اللي هو بيسموه بقى قطر الندى، صبار اسرائيلي، كل ده متاح وموجود. المشاتل دي ما شاء الله عليها، والوينكا كل ده موجود عند المشتل. زي ما انا قلت لكم وكنت كاتبه لكم عنوانها قبل كده. بص الكاليوس وجمال، بص الوان الكاليوس او السجاده زي ما الناس بتسميها كتير. بصوا، حلوه قوي، الالوان جميله وحلوه قوي، والشتاء بيخلي شكل الزرع اصلا حلو. بصوا كتير كتير ازاي، زي ما انتم شايفين. وادي اهي الوينكا مكملة من الصيف، مكملة في الشتاء. والالوفيرا اهي، بصوا. والالنترا جامبو دي الحمرا دي. وادي كاليوس برضو. الاسعار لحد ما في المتناول. طبعا المشاتل ديت زي هتلاقي الاسعار اقل بكتير من بره، ومن محلات الزرع اللي هي العادية. انتي بتروحوا وتتكلموا وتفصلوا. بصوا زهور الشتاء وجمالها، القرنفل القراولة بكل ألوانها، والقرنفل بألوانه كتيرة جدا، والقطيفة. في قطيفة المحلية وفي قطيفة المستورد، في قطيفة إيطالي وفي قطيفة فرنساوي. شايفين أنواع كتير وحلوة قوي بجد، والألوان كتير المتاحة. بالنسبة للأسعار، شايفين مشتل على الطريق بره على طول ازاي. الأسعار في المتناول. المرة دي أنا كنت جايبة قبل كده زرع، وكنت جايباه ومصوراه لكم، وكانت الشالية ب2 جنيه. طبعا ده بالنسبة للزرع العادي المتاح والموجود في مشاتل كتير المصري. لكن زي ما احنا عارفين ان ظهور الشتاء دي بتبقى اغلبها في حاجات مستوردة كتير، فبالتالي بيبقى اغلى. وبرضو الاسعار زادت شوية جدا نظرا لارتفاع الاسعار اصلا الموجود في كل حاجة يعني. بصوا القراولة، الأصاري ديت. أنا كنت هنا بسأل الرئيس اللي في المشتل الشالية بكام، بيقولي في ب10 جنيه. القرنفل بألوانه. بصوا بنتي كانت عمالة تدور، هي اللي كانت شجعتني بصراحة إني أروح. أنا كنت معدية بالصدفة وقلت إيه نصور ونجيب ايه يعني ايه زرع، حاجة بسيطة، لان كنا مش نازلين مخصوص ان احنا نشتري. ده كده فلوج على السريع كمان يعني. عندي هنا اللي هي اهي. بصوا القطيفة بألوانها، في الاصفر مع الاحمر. كمان انا كنت بسأله، لقيت ان في زهور برضو حلوة ومكملة. الفل موجود زي ما هو، والياسمين. بس الاسعار يعني من 25. زي ما انتم شايفين. انا كنت هنا بسأله وبقول له انتوا جبتوها امتى؟ قال لي لسه جايبينها امبارح. خدوا بالكم لما تيجوا تشتروا الزرع، ترفعي القصيص من تحت وتتأكدي ان الجذور باينة من تحت قصرية الزرع، لان ممكن يكون في ناس بتبقى غشاشين. طبعا يعني المشاتل بنتعامل معاها دايما وبيبقوا عارفيننا، لكن الناس اللي راحة بتشتري لأول مرة ووجه جديد زي ما بيقول، لازم عموما تاخدوا بالكم من النقطة دي. يكون في ناس بتبيع الزرع لان واخدين الفرع ولسه مشتول، ويقولك ده وده غش يعني. يقولك لا ده مزروع وبقاله فترة واخد فرع كبير كده وزرعه، لا. لكن الناس اللي هي يعني عندها بتخاف ربنا يعني، من الاخر. ان بصوا الولاد كانوا جايين معايا، خلاص هم عايزين يشتروا ورد، مش هنشتري اي حاجة تانية غير الورد. احنا جبنا كاليوس السجادة، وجبنا قراولة. جبت القراولة الحمراء والبيضة. بصراحة انا بحب الزهور البيضة، بتديني شكل جميل وراحة نفسية. والقراولة في منها البينك، في منها الاحمر، في منها النبيتي زي ما انتم شايفينها كده اهي. وفي اللي هي البينك فيها احمر. تشكيلة متدرجة الالوان كده. بجد ما شاء الله، اول ما تشوفي الزرع ده تقول سبحان الخالق العظيم. بجد في جمال والوان الزهور وتناسقها،
مع الاخضر بجد حلوة قوي. هما ما شاء الله برضو مقسمينها ومنظمينها زي ما انتوا شايفين. يعني المجموعة اللي على اليمين دي كلها القراولة بألوانها، المجموعة اللي في النص القرنفل بألوانه، والأصفر اللي كان على الجنب ده كان القطيفة بلونها كله الأصفر. بيديكي شكل حلو قوي، تحس ان اول ما تشوفيهم تحس ان احنا في الربيع يا جماعة. لا، بصوا اهي اللي قلت لكم الاصفر ده كله القطيفة، واللي في النص الابيض والاحمر ده زهور القرنفل. وانا سألته على اللي هي كمان الجزانية، قال لي لسه هتيجي مش موجودة دلوقتي. كل زهور الشتاء بتبقى موجودة. ولاحظوا ان الزهور دي يعني بتسمى حوليات، لان هي بتقعد فترة الشتاء وخلاص ما بتكملش تاني. يعني لو كملت معاكي في الصيف يعني تبقي ايه، مية مية. لكن هي ما بتكملش، بتموت، لان هي موسمها الشتاء بس. بصوا الجمال والحلاوة، بجد حلو قوي. زهور القراولة دي منتشرة جدا، لان هي دايما في محلات الورد، وبتتجاب في البوكيهات الورد وبتتباع. بصوا الالوان، بصوا الشكل بجد ما شاء الله. وهما بقى ده المشتل بتكون ارخص من بره. يعني دي جولة سريعة كده للانواع، ما كانش فيه الانواع العادية المتعارفة، لكن موجود كل الانواع. والصبار اللي هو عمة القاضي برضو. والاسعار المرة الجاية انا هعمل لكم فلوج حلو قوي بالتفصيل، ما يكونش معايا الولاد لان برضو كانوا عم لخميني شوية، لان بيبقى عمالين عايزين ورد ليه ريحة. مش عارفة ازاي بجد. كان اهي بصوا حتى بنتي بتشم الورد، هي بتدور على ورد ليه ريحة. طبعا انا الورد البلدي هو البس اللي بيبقى ليه ريحة. لكن ده مش وقته، مش الموسم بتاعه دلوقتي. بيكون موسم الزهور. شايفين ده ريحان، برضو الواحدة ب10 جنيه. بصوا هنا بقى عربية الورد لما جميع أنواع الورد، الريحان والكاليوس والقطيفة والقراولة والقرنفل، كل الأنواع بياخدوها. وبتطلع الصبح بدري تبدأ توزع في الأماكن اللي هي ايه، اللي عايز يشتري بالوحدة يعني. تمام، فاهميني، في أماكن ومناطق مختلفة. أدي فلوج كده على السريع للمشتل، وهنزل لكم تاني المشتل واجيب لكم أنواع وحاجات أحلى. وأشوفكم بقى في فيديو تاني جاي جديد وفي المشتل برضو. وما تنسوش في اللايك والشير وسبسكرايب، وفعلوا دايما زرار الجرس عشان يوصلكم كل حاجة جديدة انا بقدمها.